السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم بسبوسة بحجم عائلي كتجي رائعة جدا فقط بجوج حبات ديال البيض. كتجي غزالة هشيشة رطبة كتدوب في الفم. نتمنى يعجبكم الفيديو، تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر وفرجة ممتعة. في اناء درت واحد رشيشه ديال الملح، ودرت هنا جوج حبات ديال البيض اللي يكون الحجم ديالهم كبير ويكونوا بطبيعه الحال بدرجه حراره المطبخ. هنا كما كتشوفوا درت كاس لاروب ديال سكر سنيده، ضروري انكم تنقصوا السكر باش ما تجيكمش هاد البسبوسه ديالكم حلوه بزاف. هنا كما كتشوفوا خديت هاد الميكسور وغادي نخدم به. يمكن لكم تخدموا الطراب الكهربائي او تخدموا مونينكس عادي، خلطوا الخليط ديالكم في مونينكس. صافي خدمت الخليط الاول مزيان مزيان، ومن بعد ضفت هنايا كاس ديال الزيت، دائما العبارات بالكاس ديال العنبه. وصافي وغادي نخلط مزيان مزيان. هنا راه قطعت الفيديو وخلطت مزيان حتى ولا لي هذا الخليط على شكل كريمه. وعاد غادي نضيف عليهم هنا شصيه ديال الفاني، كاس ديال الحليب بدرجه حراره المطبخ، وغادي نضيف هذا ياغورت بنكهه الفاني. ويمكن لكم تستعملوا حتى ياغورت بنكهه الموز، او تستعملوا طبيعي بدون نكهه. صافي غادي نخدم هاد المكونات مزيان مزيان كما كتشوفوا، نحاول نخلط الخليط ديالي مزيان حتى ينسجم. وعاد غادي نضيف عليه جوج كيسان بالعباره ديال الكاس د العنبه ديال السميده ديال الحرشه اللي كنصايبوا بها الحرشه واللي كنصايبوا بها البسبوسه، سميده رقيقه. صافي وغادي نخلط هاد المكونات كما كتشوفوا، نخلطهم مزيان. هاد البسبوسه هذه ساهله وبالزربه كتوجد، والصراحه كتجي رائعه جدا. نتمنى انكم تجربوها، كتجي رائعه جدا ان شاء الله. واللي داقها عندكم غيطلب المقادير. نتمنى انكم تتبعوا غير المقادير والطريقه وغادي تجيكم بحال اللي شفتوها في الفيديو. هنا كما كتشوفوا غادي ندير كاس لاروب ديال الدقيق ديال الحلويات، وغادي نضيف عليه جوج شاصيات ديال الخماره من فئه 8 غرام، اي 16 غرام ديال الخماره. صافي وغادي نغربل هاد المكونات مزيان مزيان. ضروري انكم تغربلوا الدقيق في هكا في الكيك وفي البسبوسه. صافي وغادي نخلط هاد المكونات مزيان كما كتشوفوا، نحاول انني ندمج هاد الطحين مع الخليط بهذا الشكل هذا. وغادي نضيف في الاخر هاد الخطوه هذه اللي كتعطي هاد البسبوسه واحد الهشاشه رائعه جدا. كندير جوج معالق ديال الخل الابيض او الخل العادي اللي توفر لكم. صافي وغادي نخلط مزيان مزيان البسبوسه ديالي على هاد الشكل هذا كما كتشوفوا. وصافي وهنايا غادي نوضعها في واحد المول اللي كنت انايا دهنته مزيان بالزبده وغبرته هكا من الداخل بالسميده. وصافي وغادي نفرغ البسبوسه ديالي كامله بحال هكا، او الخليط ديال البسبوسه غادي نفرغه في المول وغادي ندخلها الفران طيب. وفي هذه الاثناء هذه غادي نوجد السيرو. بالنسبه للسيرو عندي كاس ونص ديال الماء، وغادي نضيف عليه هنايا واحد جوج طرونج ديال الحامض اللي حيدت ليهم هكا داك العظم ديالهم باش ما يطلقش ليا المروره في السيرو، وكاس ديال السكر سنيده. وتا هو غادي نوضعو فوق البوطه يغلي ويعاود حتى نحس به هكا شويه بدا كيتقال هذا السيرو هذا. وبعد ما طابت لينا البسبوسه كتجي على هذا الشكل هذا، صراحه كتجي رائعه كما كتشوفوا، رطبه وهشيشه. ما تحتاجش نهائيا انكم صراحه تسقيوها، كتجي غزاله الصراحه. صافي هنايا كما كتشوفوا قلبتها هنايا في هاد الخشيبه هذه. كما كتشوفوا انا قلبتها هنا وراه هي باقه سخونه، نتوما صبروا عليها تتبرد، انا غير على ود التصوير انني زربت. صافي هنا كما كتشوفوا كنبدا نسقيها بداك السيرو اللي كيكون عندي واجد. انا السيرو حضرته قبل ما نحضر البسبوسه باش هكا يكون عندي السيرو بارد الوقيته اللي غادي نخرج البسبوسه من الفران. صافي كما كتشوفوا بعد ما سقيتها مزيان هنايا كنزينها بالعسل. يمكن لكم ديروا العسل او ديروا الكونفيتير او ديروا الناباج اللي توفر لكم. صافي غادي ندهنها بالعسل هكا من الفوق مزيان مزيان، وغادي نرش عليها الكوك. يمكن لكم ديروا الكوك ولا ديروا كاوكاو او ديروا اللوز، مهم اللي توفر لكم. صراحه هي في جميع في جميع الاحوال غادي تجي غزاله هشيشه ورطبه، وصراحه غتعجبكم بزاف وغتولي معتمده عندكم. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا. صافي كما كتشوفوا هنايا راه باقه سخونه الصراحه، وانايا زربت عليها وقطعتها معكم هكا باش نشارك معكم كيفاش كتجي. نتوما صبروا عليها صراحه تتبرد عاد قطعوها باش هكا ما يخسرش لكم الشكل ديالها. ها نتوما هنايا راه كنصور لكم عن قرب كيفاش جات. الصراحه كما كتشوفوا رطبه رطبه هشيشه وكتذوب في الفم، وصراحه المذاق ما نقولش لكم رائعه رائعه. نتمنى انكم تجربوها وانا اكيد غتنال الاعجاب ديالكم.
الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو لي واحد لايك لا فيديو وتشاركوا في القناه باش دائما يوصلكم الجديد ديالي. خليو لي واحد الكومونتير زوين. وبسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله. بسلامه.